حبايبي، يا رب تكونوا بخير. يلا بقى النهارده هنعمل مع بعض الزبادي البلدي. معايا انا فخار زي ما انتم شايفين، وادي سلطانيه الزبادي. وهنقول هنا التوفير في ايه. في ناس هتقول لا مفيش توفير، بس احنا هنتكلم واحنا شغالين. معايا دول 2 كيلو لبن. طبعا انا غليته بريك جدا وشلت الوش بتاعه ان حبيتي تشيليه، وسبته لحد ما بقى كده بيقولوا زي دمعة العين، يعني او رضعة البيبي بمعنى اصح. جبت بولة ونزلت بقى بسلطانية زبادي ومعلقة سكر ومعلقة لبن بودرة. دول بيدوا تيست عالي جدا للزبادي. هاخد كده حبة لبن، هنزل بيهم ادوب. دي بقى اللي بيقولوا عليها ايه، الخميرة. وجربي بقى معلقة اللبن البودرة، معلقة هرمية لبن بودرة، ومعلقة يعني مسح كده سكر، وجربي التيست دوت في خميرة الزبادي. لو الزبادي مش حلوة قوي عندك، يعني تحس ان هي مش متينة، حطي علبتين زبادي. وانتوا زي ما شايفين كده، احنا هنعمل النهاردة هنجمع ما بين القديم والحديث في عمايل الزبادي. هجيب دورق وهنزل بيه بكمية اللبن. دول 2 كيلو لبن زي ما انتوا شايفين كده. خدت منهم وهنزل الباقي، بس هقول لكم الوقت بعد ما ننزل الخميرة كده، عشان اخد مكان الخميرة وانزل تاني. يبقى انا كده هاخد ال2 كيلو لبن. هنتكلم هنا، هنقول لسلطانية الزبادي دي اللي احنا عملنا منها الخميرة، انا جايباها ب9 جنيه. هي معلقتين يا دوب وشكرا. هنشوف بقى بتاعة الفخار اللي هتطلع معانا دي هتدينا قد ايه، وكمية اللبن دي هتعمل لنا زبادي قد ايه. هنقلب كده عشان نتأكد ان مفيش اي تكتلات زي ما انتم شايفين. وشوفوا بقى كمية الزبادي اللي هتطلع معانا من ال2 كيلو، يعني مش في الكترة كمان قد ايه. شوفي بقى الفخار دوت اللي انت هتاكلي منه هيديكي كام معلقة. الكم نفسه، يعني سلطانية الزبادي اللي انا جيت بيها في الاول دي اللي خدت منها الخميرة، هما معلقتين وشكرا، او 3 بالكتير وشكرا. شوفي بتاعت الفخار طلع لك قد ايه، شوفي الكوبايه في البيت هتطلع لك قد ايه. هنا بنتكلم في موضوع التوفير. هنبتدي بقى نصب كده. احنا كده بنعمل ايه، الطريقه التقليديه القديمه اللي هي اساسها مبدأ الزبادي الفخار، وما اروعه وما اطعمه. زمان كده كانوا بيعدوا، ماما تقول لي كانوا بيعدوا عليهم على البيوت، وياخدوا منهم الفخار دوت، وتاني يوم يجي الراجل ياخد القديم يعني الفاضي ويديهم جديد، ولو كسرت واحدة بياخد حقها. زي ما انتوا شايفين كده. اه والله ماما قالت لي كده. نفضي كده. عايزين نشوف كم يعني ال2 كيلو لبن دول هيطلعوا لنا قد ايه زبادي. اهو. طبعا لسه في لبن معايا، بس نمسح السرفيس كده ونبتدي نعبي الباقي. هنركن كده الفخار ده على جنب. وهنجيب صينية تاني وهنحط فيها كوبايات. اهو زي ما انتم شايفين كده. شوفوا بقى الكمية هتطلع لنا قد ايه، اللي هي من 2 كيلو لبن. هنقول بسم الله وهنبتدي نفضي كده زي ما انتم شايفين. طبعا انا هنا سخنت الفرن، يعني بقى لي بتاع ربع ساعة بالظبط مشغلة الفرن تسخن. واول ما جيت اصب كده طفيت عليها. وهقول لكم هنا امتى نغطي الزبادي وامتى ما نغطيهاش. اهو. شوفوا بقى بسم الله ما شاء الله الكمية. ده غير كده، ده سلطاني ده الكوباية الازاز ديت، يعني ما شاء الله تاكلي منها كمية زبادي برغم يعني حجمها الصغير اكتر من السلطانية اللي احنا بنجيبها ب9 جنيه فعلا من بره. ما اعرفش عندكم بقى انتوا بتجيبوها بكام، يمكن بيختلف السعر من مكان لاخر، بس هي بتهيألي بتزيد عن كده، ما تقلش عن ال9 جنيه. اهو شايفين. بسم الله ما شاء الله. ادتنا كمية هايلة جدا. هنبتدي هنا، كنت مشغلة الكاتل، هنجيب مية سخنة. هنحط المية السخنة نص، يوصل لنص الفخار بالظبط، مش اكتر من كده. حطينا هنا وهنبتدي بعد ما نحط هنا نحط الناحية التانية كذلك.
احنا كده عملنا الزبادي ايه بقى القديمة. هنشوف الحديث بس نخلص حاجة حاجة. اهو نفس الكلام هنا. انت كده ممكن تدخلي على الفرن عادي لو ما هيش هيقابلك اي مشاكل، بس انا هقول لكم انا غطيتها ليه. في ناس بتغطيها وناس لا، انا هغطيها لسبب. هنا احط نقطة خل في كل صينية عشان الألمونيا بتطوص من كتر ما المية بتقعد فيها، يعني لونها بيغير بمعنى أصح. حطيت هنا حبة خل وهنا حبة خل وكده. انا هجيب راب ستريتش وهغطي السرفيسين دول. ليه؟ انا كنت عامله فراخ في الفرن، فاحنا عارفين ان اللبن بيلقط اي ريحه، فربما يعني عشان اكون في الامان انا هعمل الحركه دي مش اكتر. ولو انا هحطها بره وهغطيها بحاجه تقيله ممكن اعمل كده عشان الحاجه التقيله اللي انا هحطها ما تطولش اللبن. غير كده لو في الفرن ومفيش اي مشاكل حطي. وهتقابلنا هنا برضو في الفيديو فيما هو اتي ان شاء الله ان في حاجات برضو انا مش هحط لها راب ستريتش، بس ما نستعجلش كده. خلاص انا هبتدي ادخلها على الفرنة. انا شغلت الفرنة من بدري وخدت سخونية شديدة جدا، وهبتدي ادخلها على الفرنة تاخد وقتها. هنغطي برضو السرفيس التاني بالراب ستريتش ده للامان. لكن انت لو متأكدة ان انت مكنتش عاملة حاجة في الفرنة فخلاص دخلي على كده، مفيش داعي للراب ستريتش. كده انا غلفت السرفيسين وهندخلهم بقى على الفرن ياخدوا وقتهم. بس قفلت عليهم كويس جدا. وهندخلهم على الفرن. هنيجي هنا بقى ايه، قعدوا معايا 4 ساعات في الفرن وفتحت عليهم، وتعالوا نشوف النتيجة اللي فوق الرائعة. دي كوبايات، قلبنا كوباية، الزبادي ثابت ما بيتحركش، بسم الله ما شاء الله، يعني جيدة جدا اهو. شايفين؟ تعال نجرب بقى الزبادي من جوه كده. بصوا ولا اروع من كده. لسه في مفاجأة في الفيديو هنا دلوقتي انا هوريها لكم بس نخلص دوت. واجي بصوا بسم الله ما شاء الله اهو، حلو قوي. شايفين؟ ما شاء الله. في احلى من كده؟ اكيد لا. تعال نجرب هنا الفخار. اساس الزبادي الفخار اصلا. تاكلي زبادي ليها طعم رهيب. بصوا ما شاء الله. كده احنا خلصنا هنا. هنيجي في نفس الوقت انا عملت ايه. وانا ما عملت في الفخار والكوبايات الطريقه اللي انا هدخل بها الفرن، هفاجئكم انا عملت ايه. دوت طبعا هيخش على التلاجة. شفنا الطريقه وشفنا جودته وما شاء الله. هندخله على التلاجة وهوريكم انا في نفس الوقت بعد ما عملت ده ودخلته الفرن ياخد الدفى بتاع الفرن انا عملت ايه في نفس الوقت. خلاص كده. شايفين؟ قلبالكوا كوبايه كمان اهي. بصوا ولا اروع من كده. ده هيخش على التلاجة. وهنيجي هنا بقى هنقول احنا هنعمل ايه. احنا عملنا كده الطريقة التقليدية. نيجي بقى للطريقة الحديثة اللي بيدوا نفس النتيجتين. معايا هنا مكنة الزبادي، هقول بسم الله. ودي الكوبايات بتاعة المكنة. يعني انا خلصت اللي انا وريته لكم دوت ودخلت على الفرن ودخلت نفس الكلام هنا. يعني نفس اللي انا عملته الاول هعمله هنا. فطبعا الكوبايات بتاعت مكنة الزبادي لها غطشان كده، انا هبتدي اشيلها منها. وهنيجي هنا هنبتدي نصب برضو. انا هنا دول 2 كيلو لبن وحطيت عليهم كوباية زبادي ومعلقة سكر مسح ومعلقة هرمية كبيرة او معلقتين لبن بودرة. بيدوا تيست عالي كويس جدا.
يعني انا دخلت على الفرن وجيت على المكنه هنا، نفس اللي عملته هنا عملته هنا، وببتدي اصب هنا في قلب الكوبايات بتاعه المكنه نفسها. شايفين اهو. يعني اغطي كده؟ لا، الغطا بتاعها لا، ما ينفعش ان انا اغطي دلوقتي، انا بوريكي اني لا. خلاص، هبتدي هنا ارفع المجات او الكوبايات بتاعه مكنه الزبادي على المكنه نفسها زي ما انتوا شايفين كده، هتدينا نفس النتيجه. بس هي طريقة مختصرة بقى، ان احنا تدخلي فرنة وتحطي مية وتدفي والحوارات دي، ده اختصار. هنا جمعنا ما بين الحديث والقديم، القديم اللي هو الفخار والكلام دوت، والحديث اللي هي مكنة الزبادي. كده هتاخد ايه وقتها، وهقول لكم خدت معايا توقيت قد ايه. نحط الفيشة كده، نقول بسم الله، واشتغلت معانا مكنة الزبادي، الزرار كان شغال سبحان الله. خلاص كده، سيبها تاخد وقتها. رجعت بعد 5 ساعات بالظبط، فصلتها. الزبادي في الفرن خد 4 ساعات، ودي خدت 4 ساعات، 5 ساعات. شايفين عرقانة ازاي؟ مطرح طبعا السخونية، الغطا عرقان مطرح السخونية. هنبتدي نطلع الزبادي كده. تعالوا بقى نشوف الجودة بتاعت الزبادي القمر دي. بصوا، قلبنا الزبادي، مفيش حاجة بتدلق مننا. بسم الله ما شاء الله. هنجيب صينية وهنطلع عليها الزبادي عشان نشوف جودتها، وعشان هندخلها على التلاجة زي ما انتم شايفين كده اهو. بسم الله ما شاء الله، ولا اروع من كده. جربنا الزبادي ما بين الحديث والقديم، او القديم والحديث، ولا اروع من كده. شايفين انا قلبت لكم المج اهو. تعالوا بقى نجرب جودة الزبادي مع بعض. بصوا بقى، دول 3 كوبايات اتبقوا من ما عملت الزبادي في مكنة الزبادي نفسها، وحطيتهم في الفرنة الصغيرة اللي عندي. خدت دول من غير غطا، من غير راب استرتش ولا حاجة. كل اللي انا حطيته حبة مية دافية، وسخنت الفرن وحطيت ال3 كوبايات دول. يعني دول اللي اتبقوا من الخليط، او اللي انا صبيته لمكنة الزبادي. ما غطيتهمش براب استرتش ولا حاجة، واداني نفس النتيجة. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم الله أقرب. وهنا دلوقتي بقى هنغطي الزبادي عشان ندخلها تسقع في التلاجة. كل سنة وانتم طيبين، ونشوفكم كل فيديو جديد على خير. وأنا مبسوطة جدا إن أنا جيت معاكم وجمعت ما بين القديم والحديث، والنتيجتين واحد، بس هي اختصار في الوقت مش أكتر. كل سنة وانتم طيبين، مع السلامة.